بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن الأحوال، وما تبخلوش علينا باللايك للفيديو وكومنت حلو وجميل منكم كده علشان نستمر معاكم. يا ريت ما تبخلوش معاكم معانا. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايكات عشان نقدر نستمر معاكم، وعشان كمان الإشعارات كلها توصل لكم. وحبايب قلبي اللي بيشوفوا قناتي لاول مره، ما ينسوش طبعا يشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعه القناه. ويا رب الروتينات تكون بتعجبكم وتنور رضاكم وبتشجعكم. بشكركم من كل قلب حبايب قلب زوزو. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول. في اليوم ده طبعا كده انا قمت مشيت الولاد راحوا المدرسه، ما كانش موجود في البيت الا انا وابو محمد ويوسي ومحمد. تمام. في اليوم ده كان ابو محمد تعبان جدا والله العظيم، بقاله يعني كام يوم كده بيظهر معايا في الفيديوهات، اي نعم بس عشان بيساعدني فيها، بس هو والله فعلا تعبان تعبان تعبان. فادعوا له ربنا يشفيه ويحوش عنه يا رب، ويحوش عن كل مريض اللهم امين. فانا قلت بقى يا بنتي بدل ما هو تعبان كده وانا بصور لوحدي، فكان محمد بصورني في الوقت ده، قلت يا زاهية قومي اعملي فطار حلو كده يفطر عشان ياخد العلاج بتاعه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تمام. صلوا بينا على النبي كده، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والفطار الجامد بتاعنا دوت كل يوم ببقى اعمل اي فطار والله، واحيانا ما بنقعدش على الفطار الا ان كل واحد مثلا بياخد بسكوته كوبايه شاي سندوتش، ما بقاش قاعدين على الفطار وكده. فلقيته في اليوم ده مصدع جدا وضغطه واطي والدنيا مش مظبطه، قلت لا لازم نعمل له فطار جامد. فجبنا فول جاهز من المطعم وحطيت عليه شوية من الليمون، وكمان جبت حق تونة وشيبسي وطعمية، مش جايبة طعمية كتير لان الطعمية بتفضل وبتبوظ. وكان عندنا هنا جبنة قديمة علشان اخف الملح بتاعها شوية، هعملها جبنة بالقوطة حلوة قوي او جبنة بالطماطم. هنا في الطبق التاني بحط بقى طماطم كده شرايح وشوية من الخيار عشان اللي يعوز يغمس بيها. تمام. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشير كده حبايب قلبي، وصباحكم زي الفل، وصباحكم هنا ونادي ومعطر بذكر الله حبايب قلبي زوزو، ما تحرمش منكم ابدا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. في اليوم اللي بيبقى اعمل فيه الفطار الجامد ده طبعا ممكن نقعد لاخر النهار على ما نتغدى. انا قلت بقى انا ومحمد وبابا بقى نتغدى كده ونظبط الدماغ ونشرب كوبايه شاي والدنيا تبقى تمام زي الفل، وبعد كده نكمل نشوف يومنا عامل ازاي. طبعا قبل ما اقف اعمل المطبخ اعمل الفطار بتاعي، كنت انا مشطبه المطبخ بتاعي ومنضفه الشقه بتاعتي ومخليها زي الفل ومخليها زي العسل، علشان زي ما احنا متعودين قومي بدري الاوضه ولادك راحوا فيها راحوا المدارس وهي موجوده فاضيه، ستفيها روقيها، اي غسيل اشتريه حطيه في الغساله، شغلي نفسك ونشطي نفسك كده، ما تكركبيش الدنيا عليك، هتلاقي الدنيا زي الفل معاكي، وهتلاقي النظام معاكي زي الفل، مش هتحسي بتعب خالص في روتين البيت. كل ما كانت الحاجة خفيفة وسهلة وبسيطة ما بتحسيش بيها. لو ست الدنيا متكركبة كلها على بعضها طبعا ده هتاخد وقت. هنا ده كان شكل الفطار بتاعنا. عملت الجبنة، حطيت عليها طماطم وحطيت عليها خيار وحطيت عليها قرن فلفل صغير، وده الشيبسي وده الفول والطعمية وده كمان مربى البلح وطماطم والتونة والخس. هنفطر بقى حبايب قلبي، وبعد كده هنعمل الغدا بتاعنا. احنا في الوقت ده كنا فطرنا، وهتقومي تعملي ايه دلوقتي يا زوزو؟ كان ابو محمد بقى في الوقت ده، قلت له انت فطرت؟ قوم ماشي نفسك كده بالراحه وهات لنا هات لنا لحمه. راح جاب لنا لحمه من عند الجزار حلوه كده وزي الفل. وده طبعا الباميه اللي انا كنت جايباها من الغيط معاكم في الفيديو بتاع الغيط. تمام. اهي الباميه زي الفل، وهعملها النهارده بطريقه مختلفه جدا 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 عن الطريقه اللي انا بعملها قبل كده، وهقول لكم ليه. واحنا كمان بنتعلم من بعض، فاي حد عنده اي راي او اي اقتراح هيبقى كده يقول لي عليه واحنا نمشي معاكم. هنا الباميه همسكها اغسلها كويس جدا قبل ما اعمل قبل ما امع الباميه، لان انت لو غسلت الباميه بعد ما تقمعيها هينزل لك منها الماده المخاطه ديت وانا مانيش عايزاها. فهمسكها بقى اغسلها واسيبها تصفى. وكمان غسلت اللحمه وسبتها كمان هغسلها تاني اهوت، واحط عليها ميه واخليها زي الفل. تمام. في الوقت ده كنا خلاص الظهر بدأ يدا، فقلت انجز وقت بسرعه علشان خاطر يوسف بيبقى مع ان يوسف ما بياكلش الحاجات دي خالص، والله العظيم ابني ده معذبني معذبني معذبني، انا مش عارفه اعمل معاه ايه. كل الاكل اللي انا بعمله ده كله ما بياكلوش. هنا كنت خلصت خالص، حطيت اللحمه تتنقع وغسلت الباميه وسبتها تتصفى. وكان عندي هنا شويه فلفل، قلت اطلع فيهم فين؟ اطلع على السطح. ونضفت مطبخي اهوت وخليته إيه زي الفل وزي العسل. بعد كده خدت الفلفل دوت، كان طبعا كان الفلفل الاحمر ده كان ابو محمد جايبه من السوق،
قلت اغسله وانضفه. لا طبعا انا ما بغسلش الفلفل اللي بيتحط في المش، بمسحه امسحه في فوطه او بمسحه بحته قماشه عشان لو اتحط في ميه بيبوظ. الناس اللي سالتني يا جماعه على المش وخميره المش من اوله لاخره، جماعه الخير انا عامله فيديوهات كتير كتير، لو دخلتوا في قلب القناه، لو دخلتوا في قلب القناة صدقوني هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه في قلب القناة. فلو انتوا عايزينه تاني قولوا لي في التعليقات يا زهي اعمليه لنا تاني وانا هعمله لكم تاني، انا تحت امركم. هنا بقى انا صبت الفلفل في جنب كده وقلت معلف الطيور بتاعتي قبل ما انزل. اهو انا هنا العلف الطيور طبعا التركيبه اللي انا كنت عاملاها، عامله خلطه وحاطه الذره كنت دشاها بالكوز بتاعه. عندنا هنا المكنه لما كنت عامله الخلطه زي ما كنت شايفينها معايا في الفيديو، والهرس بتاعي البيض بقى وشويه من العيش والدنيا بتبقى ايه هنا زي الفل. همسك بقى حبايب قلب الجردل ده بقى كان في ايه يا بنتي يا زوزو مش عارفه، كان في مكانه تقليه بقى كان طبيخ. همسك بقى همسك حبه علف من قدام الطيور، همسك الجردل بتاعه انضفه واخليه زي الفل. ليه بقى؟ لان جردل الطيور لو سبت فيه بواقي اكل ولا سبت فيه حاجه بيحمض وبخلي ريحه مش حلوه. تمام. احنا عندنا الفراخ معرفش الفراخ البلدي بتاعتنا بتموت ليه مش عارفه، عشان البيض غالي ما مش عارفه، زعلانه ان هي بتبيض ما مش عارفه، يهديكي يا ست يرضيكي مش عارفه. فمات من عندنا والله يجي 3 فراخ، ادا فرخه ما بيبانش لا بيعتصوا ولا بيخنفروا ولا بيعملوا حمام متغير ولا وشهم بورم ولا زرق ولا حاجه، فجاه نلاقوهم كاشين كده وماتوا، فما اعرفش ايه السبب بجد. هنا انا علفت الطيور وكمان جبت 3 بيضات. همسك اغسل ايدي كويس جدا، طبعا انا سايبه صابونه فين على السطح علشان خاطر حبايب قلب برضو الواحد لو مسك حاجة ولا كده، فهغسل ايدي كويس جدا. وبعد كده هروح اكمل بقى ايه بقية الفلفل. انا همسحه كله بالفوطة او بقماشة او اي حاجة، وبعد كده هفتحه حبايب قلبي وهحطه فين؟ هحطه في البلاصي. تمام. الفلفل دلوقتي بدأ يغلى، يعني كنا بنجيب الكيلو ب5 جنيه وشوية، كيلو ونص. دلوقتي كنت في السوق بتاع شربين لقيته الكيلو ب10 جنيه، فهو هيغلى كمان. يعني فرصة دلوقتي، ما احنا جبناه السنة اللي فاتت كان وصل 30 جنيه، فانت من دلوقتي حبيبة قلبي انهضي بقى هاتي علشان خاطر تحطيه في المش، علشان خاطر ايه هو دلوقتي رخيص شوية على ما يكون غالي. تمام. واحنا بنحبه بصراحة، احنا عيلة ابو مشة بجد يعني. هنا همسك بقى بعد ما حطيت الفلفل في قلب المش همسك اقلبه خالص، ولو عايز ده ناقصه ملح ناقصه اي حاجة انت بتاخدي بالك منه، بس هو بسم الله ما شاء الله كان زي الفل، والملح بتاعه مظبوط جدا جدا جدا. طبعا ده شوفوا شكل المش عامل ازاي. طبعا روتين اليومي بتاعنا بتاع كل ست بيت مصرية، والله بعمل الروتينات بتاعتي زي ما ربنا بيسرها عليا، يعني ما بكونش عاملة ترتيب لحاجة، انا بقول يا رب وبعد كده ربنا يعني بيسر لي الامور ان شاء الله ويسر لكم اموركم اللهم امين. يا رب ييسر لنا الامور. هنا كنت انا ظبطت الدنيا وعملت المش بتاعه وقفلت عليه. هنزل بقى اسلق اللحمه علشان نعمل طاجن الباميه بتاعنا. انا حطيت ميه لحد ما غلت ومسكت اللحمه غسلتها مره واتنين، وبعد كده حطيتها وحطيت لها بصلتين، وببدأ بقى احش الريمة اللي انتوا شايفينها على الوش دي. في ناس بتشوح اللحمة، عايزة تشوحيها يا حبيبة قلبي براحتك، بس انا بحاول ان انا اعمل حاجات خفيفة كده علشان الدهون وكده عشان ابو محمد. هبدأ بقى اشيل الريمة كلها من على اللحمة واخليها زي الفل واخليها زي العسل. وبعد كده هحط لها لورا، هحط لها مستكه وحبهان، هحط لها ملح، هحط لها حبه فلفل اسود، واحط لها حبايه من الطماطم، ولو عايزه تحطي جزر حطي. هنا زي ما انتم شايفين شكل الشوربه بقت عامله ازاي اهي. ديت اللحمه وحطيت الطماطمايه وحط البصل واللورا والمستكه والحبهان والفلفل الاسود والملح، وكده بسيبها بقى تستوي. في الوقت ده بقى حبايب قلبي كنت بليت شويه رز برضو. في ناس بتبقى تحب الرز بشعريه معاها براحتك خالص، بس احنا عندنا ابو محمد بيحب الرز الابيض. الانواع الرز اللي انتوا ما بتشوفوش، يعني الرز ده حبايه وحبايه، رز بشعريه، رز بالبصل، الكلام ده كله هو مش بيبقى مش له تقل عليه، فمعلش اعذروني ما بقاش اعمله كتير. انا قلت هنا بقى على ما اللحمه تستوي، لان سوى اللحمه يختلف عن سوى الباميه، فهمسك اعمل التسبيكه الاول. معايا بصله كبيره كده او بصلتين وسط، همسك اشوحهم لحد ما تدبل شويه، حطيت معاهم قرنان شطه دول حاميين، وحطيت 3 فصوص من الثوم، وافضل اشوحهم كده لحد ما ريحه الثوم والبصل والفلفل تطلع. وبعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم، ولو نص معلقه من الصلصه، وبتحط كمان شويه من السكر وتسيبها تتسبك. تمام.
زي اي صلصه عاديه خالص. انا ما بحبش يا جماعه الخير بهارات كتير في قلب الاكل، لاني انت اصلا الواحد بيبقى عايز الحاجه طعمها فيها. كتر ما بتكتري البهارات في حاجات معينه، يعني الكفته، الفراخ المشويه، الحاجات اللي فاتت بلاد ديت فعلا بتحب التوابل كتير. اما الطبيخ العادي بتاعنا الطبيعي الفلاحي الجميل ده، بخف خالص البهارات من عليه، بتاكليه بتبقى زي الفل. هنا الباميه بتاعت الصفه همسك بها ايه، اقمعها. والقرن الكبير شويه بقطعه تلات، بس اقسم بالله كانوا حبه باميه عسل، عسل، سكر 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 سكر. هنا عندنا القرن ده كبير شويه فبقسمه اتنين، ده هقسمه تلات حتات. في ناس بتجيب اللي هي الباميه اللي هي الصغيره اللي خالص، عادي براحتك خالص. فهي ديت كنت جايباها من عند جامعتنا، ففي واحده بتقول لي يا اختي راح تجيبي من عند جامعكم بدل ما تشحتي هاتي من السوق. اقسم بالله ما في باميه في السوق يا حبيبه قلبي. لو في باميه في السوق هجيب والله يا ست، والشحات له نص الدنيا. هنعمل ايه؟ ان ما خدتش من امي واخويا هاخد من مين يعني؟ قولوا لي كده، انت تيجي تديني؟ ربنا يكرمكم ويخليكم يا رب. جبران الخاطر حاجه كبيره، والكلمه الطيبه صدقه. ربنا يجعلنا يا رب من جابرين الخواطر. هنا كانت التسبيكه بتاعتي اتسبكت زي ما انتم شايفين. في الوقت دوت انا كنت بسلق الباميه. انا كنت بسلق الباميه قبل كده، في المره دي انا مش هسلقها. وكانت حلوه جدا وزي الفل، لان لما عملتها قبل كده ناس سالوني قالوا لي يا زاهيه ليه انت بتسلقي الباميه قبل ما تطبخيها؟ اولا يا جماعه الخير، لما بسلق الباميه اي شوائف في الباميه، اي روايح في الباميه، الماده اللزجه ديت بتخف، فبغسلها بعد ما بسلقها بتبقى زي الفل. بس صدقوني والله انا عملتها برضو بالطريقه ديت، وعصرت عليها ليمونه كامله، واحط عليها شويه ملح وفلفل اسود، واحط عليها ايه، شويه كمون بسيطين خالص، واحط عليها مكعب مرق، وهسيبها تتسبك كلها مع بعضها. كانت تحفه تحفه تحفه، وطعمها زي الفل، وكانت زي العسل. هسيبها بس تاخد تسبيكه مع بعضها كده. وبعد كده بعمل لها ايه يا حبايب قلبي، يا بتزودها كوبايه شوربه، يا بتزودها كوبايه ميه، زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه. انا بحب ازود ميه. هتقولي طب ليه يا زاهيه؟ معرفش، انا بحب ازود الطبيخ عند ميه، معرفش بحبه طعمه كده، لان انا بحط مرقه. فانا ما بحبش المستكه والحبهان واللورة تبان في الاكل، في الطبيخ بالذات. بالذات الطبيخ والحاجات اللي زي دي. فلو انت عايزه تزوده شوربه زودي. هنا حطيت حبه ملح وفلفل اسود وكمون شويه صغيرين، وملح ومكعب مرق وزي الفل. كنت زودتها هنا في الوقت ده كوبايه ميه، وسبتها تكمل سوا. هنا اللحمه بتاعتنا بدات تستوى، فانا هاخد نص اللحمه احطها في الطاجن، ونص التاني هسيبه في الشوربه زي ما هو. هتشوفوا شكل الباميه بقى. طبعا هي مش متسبكه قوي، لان انا لسه هكملها تسبيكه فين، في قلب الفرن. بسيب برضو فيها شويه من المرقه علشان تاخد وتدي مع بعضها فين، في الطاجن في الفرن. همسك بقى حبايب قلب الباميه، والله العظيم كان طعمها في حياتي ما دقت في حلاوه الباميه دي. هحط الباميه في قلب الطاجن زي ما انتم شايفين اهو، تشوفوا زي العسل وزي الفل، والريحه بتاعتها كانت قلب الدنيا. هنا بقى السر بقى في جمال الطاجن وحلاوه الطاجن وريحه الطاجن وطعامه الطاجن. هحط لها قرنين فلفل كده على الوش، دول حاميين، بس مانيش مفتحاهم عشان ما تبقاش حاميه قوي. عايزاها حاميه ممكن حبيبه قلبي تفتحيه. انا معايا هنا راس توم، مسكتها دقتها واحط عليها شويه من الزيت. وهعمل للباميه طشه زي الطشه بتاعه الملوخيه. والله العظيم يا ولاد الطشه ديت وحياة ربنا بتدي طعم وريحه للباميه تضرب نار. وده الرز بتاعنا كنت سويته، احنا عملناه، ابو محمد عمله معاكم، يعني فيديو كامل برضو معاكم. هفضل اشوح في التومه لحد ما لونها يبقى ذهبي، وهنزل عليها بمعلقه من الكزبره الناشفه، تمام. واشوحها. ريحه الكزبره الناشفه مع التوم بتدي اصلا ريحه للطاجن، وبتدي ريحه للحاجه من قبل ما تحطيها. والاكل كمان نفس، والله العظيم الاكل كمان نفس. دي الكزبره. يعني ممكن تعملي حاجه بسيطه، يعني احنا عندنا اقول لكم على حاجه، عارفين ابو محمد لو بيعمل بيضه في قلب المطبخ بيبقى لها نفس رهيب جدا جدا جدا، وريحتها بتبقى قلب الدنيا بجد يعني. بس انا من عشر الام 40 يوم اتعلم مني. بيضحك. يتعلم مني، امال ايه؟ يبقى معاه الشيف زوزو وما ياخدش النفس. كل ما اجي اقول له حاجه يقول لي الرك على النفس، الرك على النفس. هنا التومة عندنا اتحمرت زي ما انتم شايفين. هقوم حطها على وش الطاجن وانا مولعه الفرن، وحاطه الطاجن زي ما انتم شايفين على صينيه ألمونيا، علشان ما ينفعش تحط الطاجن مباشر على النار، هيفرقع منك، تمام. فانا حطيت صينيه اهوت، وهحط الطاجن في ارضيه الفرن، على الارضيه خالص، عشان يغلي كده ويتسبك، والباميه واللحمه وكل ده يدخل مع بعضه. كان طاجن ضرب نار، ينفع في السقعه اللي احنا فيها، وحاجه تعمر الدماغ. هنا هحط الطاجن في قلب الفرن اهو،
وهوريكم شكله لما يطلع. يا سلام بقى لو حبه رز بشعريه، بس اعمله بقى اعمل ايه، بعمل الرز الابيض عشان خاطر ابو محمد. ده بعد كده الشكل الطاجن لما طلع. يا رب يعجبكم، روتيننا النهارده يعجبكم ونور رضاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير للفيديوهات وكومنتات حلوه زيكم، وبحبكم في الله. والناس برضو اللي بتحب تسجيل الصوت انا معاكم، والناس برضو اللي بتحب الفيديو عادي بالطبيعي كده معاكم برضو. وده كانت شكل الشوربه. طبعا هتقولي ما غرفتيش ليه زي كنا اصلا احنا كنا فاطرين فطار جامد، فكنا لسه الواحد كان شبعان، فما غرفناش للاكل. فانا وريتكم شكل الطاجن اهو، وسلام عليكم.